عمرو شيكابالا انطلق على الجهة اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا وكأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول، مر وتوغل 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 وسدد وجول. جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول، ويا شوف العجب ماذا حصل. شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس. أول أهداف المباراة لنادي الزمالك. ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يكون له تأثير إيجابي على عناصر نادي الزمالك، وتأثير سلبي بالمقابل على عناصر نادي الوداد البيضاوي التي لا تريد أن تخسر هذه المباراة. طبعا تريد أن تربحها حتى هنا في الإسكندرية، لا تريد أن، ولكن هذه الكرة بعيدة. كاد يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، محاولة التوغل، جول جول. هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف. جاءت هدية لا ترد، هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني. الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسرى، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو، هذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عندوش خيارات كثيرة، ولكن عنده لاعبين بإمكانهم صناعة الفرق. شيكابالا في تنفيذ هذه المخالفة بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر وإسلام جمال اللذان صعد كرة ممتازة. أولا لا جول لباسم مرسي، جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائمة الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللاعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية. أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد؟ وين رايح أنت؟ وين؟ 3 أهداف مقابل 0، 3 هدايا استلمها نادي الزمالك، تقبلها وسجل منها، خاصة الثاني والثالث. والذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول. مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك ويا سلام على الوداد. اليوم قلت لكم بأن النتيجة لن تبقى 2، وكررت بأنها لن تبقى 3. الآن صارت 4 قبل 17 دقيقة من اللعب.
ما زال الأمر مفتوح على هدف خامس أو هدف أول للزمالك أو للوداد. مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة جزاء سجلها ببراعة على يسار الحارس محمد عقيد، مسجلا هدفا رابعا قاتلا. نعم قاتلا. في دوري أبطال إفريقيا في النصف